كان قوم عاد كانوا في الأحقاف، كما ذكر الله عز وجل سورة باسم الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي جبال رملية تقع في اليمن، وتحديدا تقع على الساحل، على ساحل البحر هناك بين مدينة حضرموت وعمان. هناك تقع جبال الأحقاف، وهي تقع على البحر في بلدة يقال لها الشحر. وهذه البلدة لها وادي اسمه مغيث. هنا وقعت هذه الأحداث لهذه القصة العظيمة، وهنا أرسل هذا النبي الكريم هود الذي هو من ولد إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد وفي هذا الشهر الكريم. الكلام متواصلا أيها الأحباب الكرام في قصص القرآن الكريم. ذكر هود عليه الصلاة والسلام في القرآن 7 مرات في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، وذكرت قبيلته وهي عاد 27 مرة في مواضع مختلفة. وسمى الله تبارك وتعالى سورة من القرآن الكريم باسم هذا النبي الكريم باسم سورة هود. هود من عاد، وعاد هو أخو هود، كما ذكر الله عز وجل: واذكر أخا عاد. واذكر أخا عاد، من هو؟ هود. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وعاد هم من العرب البائدة، والعرب تقسمها العلماء إلى قسمين في الجملة أو إلى 3 أقسام: عرب عاربة باقية، وعرب عاربة بائدة، وعرب مستعربة. العرب العاربة البائدة هم عاد وثمود. هذه عرب عاربة، أصل العرب هؤلاء، وسموا بالبائدة لأنه لم يبقى منهم أحد. هم قبائل، العرب العاربة قبائل، فمنهم بائدة ومنهم باقية. فالعرب العاربة البائدة عاد وثمود. يعني ما في واحد يطلع لنا ويقول والله أنا نسبي ينتهي إلى عاد أو نسبي ينتهي إلى ثمود. لا، هذا غير مقبول، لأن هؤلاء عرب بائدة جاءهم العذاب من الله عز وجل فلم يبقي منهم أحدا. والذي أبقاه ربنا تبارك وتعالى من قبيلة عاد، كما سنذكر بعد قليل في قصتهم عندما جاءتهم الريح وأهلكم الله عز وجل، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. بقي منهم بقية من قبيلة عاد. هذه البقية هم الذين آمنوا بعد ذلك، أو هم الذين أصبحوا عادا الثانية الذين هم ثمود. واضح؟ لكن في الجملة أيضا ثمود أهلكهم الله كما سنذكر. إذن هناك عرب عاربة بائدة لم يبق الله منهم أحدا وهم عاد وثمود، وهناك عرب عاربة باقية وهم القبائل الأخرى من نسل سام ابن نوح، وهم جرهم ومدين وقحطان وغيرهم من القبائل العربية التي تعتبر يعني من العرب العاربة. وهناك عرب مستعربة، والعرب المستعربة هم من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. تعلمون إسماعيل هو ليس بعربي، هو من ذرية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. ثم عندما تركه كما سنذكر يعني، لكن على عجالة لأن له ارتباط هنا في حديثنا، فعندما تركه
إبراهيم ترك ولده وأمه هاجر في مكة بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ومكث ما شاء الله أن يمكث، أعني إسماعيل وأمه هاجر. مرت قبيلة جرهم العربية المعروفة من العرب العاربة، مرت بهذا المكان فنزلت كما هو معروف، وتزوج منهم إسماعيل وقاسمتهم هاجر الماء فمكثوا معها. فتعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام اللغة العربية منهم، فمن نسل إسماعيل هم العرب المستعربة. ولذلك العرب الآن في نهاية المطاف الآن تنقسم إلى قسمين، جميع القبائل العربية مردها إلى قسمين رئيسيين، إلى قحطان وإلى عدنان. فقحطان هم العرب العاربة ومن كان معهم من القبائل، وليس معنى هذا عندما نقول قحطان يعني فقط قبيلة قحطان التي تسمى بقحطان الآن هي فقط من العرب العاربة، لا، هذه قبيلة قحطان استمرت وحافظت على هذا اللقب، على هذا الاسم قحطان. وإلا هناك قبائل أخرى ترجع أيضا نسبها إلى العرب العاربة وتشترك مع قحطان، ولكن تسمت بأسماء أخرى من القبائل المعروفة. وهناك قبائل ترجع إلى العرب المستعربة، قبائل عدنانية مثل مضر، قريش، هذه قبائل عدنانية مضرية، عرب مستعربة ينتهي نسبها إلى إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، فهذه كانت من العرب العاربة الأولى البائدة أهلكها الله عز وجل، وهم قوم عاد الذين سكنوا الأحقاف في بلاد اليمن كما قلنا ما بين حضرموت وعمان، وبعث إليهم هذا النبي الكريم وهو منهم أخو عاد من تنتسب إليه هذه القبيلة، وبقية أفراد القبيلة أبناء عمومته، فهو منهم. واذكر أخا عاد وإلى عاد أخاهم هودا، إذن هو منهم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء قوم عاد عبدوا الأصنام، سبحان الله، مع أنهم كانوا قبل سنوات الله أعلم بها يذكرون ما جرى لجدهم الأكبر نوح عليه الصلاة والسلام ومع قومه، هم يعرفون ويتناقلون هذه الأخبار أبا عن جد، فهم مع علمهم بما جرى لأبيهم الأكبر نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله عز وجل أهلك قومه عندما عبدوا الأصنام، إلا أنهم والعياذ بالله زين لهم الشيطان الرجيم وعبدوا الأصنام، ويقال أنهم أول قبيلة من العرب عبدت الأصنام. وكانت لعاد إرم، عاد الأولى، كانت لها 3 أصنام. الصنم الأول يسمى صدى، والصنم الثاني صمود، والصنم الثالث هرى أو هباء. إذن هذه الأصنام 3 التي كانت لعاد يعبدونها ويصرفون العبادة كالنذر والذبح والاستغاثة والدعاء والتوسل إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، يعني لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فصرفوا هذه العبادة لله تبارك وتعالى، وبذلك أصبحوا أو كانوا مشركين. كان هؤلاء هذه القبيلة أو هذا القوم أو هؤلاء أو نعم هذا الحي من العرب عاد إرم، آتاهم الله تبارك وتعالى قوة عظيمة وأجساما عظيمة، ولذلك كانوا يصنعون من الجبال بيوتا وقصورا، ولكنهم في الأعم الأغلب كانوا يصنعون هذه القصور والبيوت في الأعم الأغلب كان على سبيل العبث، يصنعونها ويخلونها، ولم يكونوا يسكنونها، إنما كانوا يسكنون الخيام ذات الأعمدة الكبيرة الضخمة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي التي كانت تتخذ الأعمدة العظيمة للخيام العظيمة الكبيرة التي كانوا يسكنون فيها، وإلا لم يسكنوا
في هذه البيوت والقصور التي كانوا يصنعونها ويبنونها. إذن كما أسلفت كانوا أصحاب أجسام عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى عندما قال لهم هود عليه الصلاة والسلام مبينا نعمة الله عليهم، قال واذكروا يقول لقومه عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وفي هذا أيضا دليل على أنه لم يكن بين نوح وبين هود أنبياء، ولذلك في غالب مواضع القرآن الكريم إن لم يقل في جميعها التي ذكرت قصة هود ونوح عليهما السلام تجد ذكر قصة هود بعد قصة نوح مباشرة، مما يبين أو في إشارة أنه ليس هناك نبي بين هود وبين نوح عليهما السلام. إذن زادهم الله في الخلق بسطة وقوة في الجسم، كانوا أقوياء أشداء حتى إنهم اغتروا بهذه القوة، كما قال الله تبارك وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هكذا اغتروا بقوتهم. ولذلك سيأتينا كيف أن الله تبارك وتعالى سلط عليهم جنودا سبحانه وتعالى فأهلكتهم وجعلتهم كأعجاز نخل خاوية، كما ذكر الله تبارك وتعالى. كما هي العادة، كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا أحبتي في الله، أن القصة واحدة. القصة من حيث الجملة في قصص الأنبياء والمرسلين واحدة، قوم كفار يبعث الله لهم نبيا من خيرتهم، بل خيرتهم خلقا وكرما وعبادة، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يؤمن معه القليل وغالبهم من الضعفاء، إن لم نقل كلهم من الضعفاء والفقراء والمساكين. عامة الكبراء والسادة والأغنياء لا يقبلون، يكفرون، يعارضون، يتلطف معهم، يهددونه، يتوعدونه، يدعو الله أن ينتصر له، ينصره الله فيهلكهم. هذه القصة واحدة تقريبا، لكن الأحداث وتفاصيلها تختلف لا شك بين نبي لآخر، لكن في الجملة هذه القصة واحدة. فهنا كذلك دعاهم هود عليه الصلاة والسلام وترفق بدعوتهم، كما هي عادة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يترفقون مع أقوامهم، يصبرون على أقوامهم، يردون إساءتهم بالإحسان، يتحملون الأذى، بل ربما يتحملون الضرب والإهانة والطرد والتسفيه والاتهام والتحريض للآخرين عليه، وهكذا. وكل ذلك لا يجعلهم يحيدون عن دعوتهم قيد أنملة، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقالوا له من جملة ما قالوا إنا لنراك في سفاهة، تسفيه. يقولون له قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني أراكم قوما تجهلون. أي سفاهة هذه؟ أنتم ما تقومون به هو عين السفه وعين الجنون. أنتم تقرون بأن لهذا الكون خالقا عظيما ثم تعبدون غيره، أليس هذا هو قمة السفه والجنون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاستدل الله تبارك وتعالى على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما أنكم تقرون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية، فهذا يلزمكم أن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. كذلك اتهموه بالكذب، إنا لنظنك من الكاذبين، اتهموه بالجنون عليه الصلاة والسلام، وحاشاه، هو النبي الكريم العاقل الكامل صلوات الله وسلامه عليه هود. قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قالوا يعني يبدو أنك أصابك الجنون يا هود، هكذا قالوا.
قالوا الظاهر أن بعض آلهتنا قد أصابك بشيء من الجنون انتقاما منك أنك لم تقبل بعبادتنا لها، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله إلى آخر الآيات. تحد منه صلوات الله وسلامه عليه. قال آلهتكم اشهدوا وأشهد الله أنني بريء من هذه الآلهة، وأتحداكم أنتم وآلهتكم ومن معكم أن تمسوني بسوء. وفي هذا حقيقة بيان لقوة الحق الذي كان يتمثله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، إلى غير ذلك من الاتهامات الكثيرة التي لاقاه من أنواع وصنوف الصدود والأذى الذي وجده هود عليه الصلاة والسلام من قومه في صد دعوته صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا كله، وبعد أن ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. يذكرهم بنعم الله عليهم، أن الله جعلهم بهذه القوة العظيمة يبنون هذه القصور ويتخذون المصانع موارد المياه، قيل موارد المياه وقيل القصور وقيل غير ذلك. المهم أن الله عز وجل آتاهم من القوة الشيء العظيم، وكانوا أصحاب بأس شديد وبطش لا يكاد أحد أن يقاتلهم فينتصر عليهم. كل هذا من الله. فكأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام: بدلا من أن تعبدوه وتشكروه وتستغفروه وتوحدوه تكفرون به، فاحذروا، فإن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم: إذا كان الله عز وجل ينعم عليك من النعم ويغدق عليك من النعم سبحانه وتعالى، وفي المقابل أنت تعصيه وتبالغ في عصيانه ومبارزته بالحدود والمعاصي، فاعلم أنه يستدرجك استدراج، وهذا أمر خطير. هذه علامة سيئة. تجد بعض الناس يغتر بحلم الله عليه، يقول: يا أخي أنا أعصي وأذنب وأفعل الموبقات وما أصلي وما أصوم يعني لا يلتزم بأمر ولا ينتهي عن نهي، ومع ذلك نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى يغدق الله عليه النعم إغداقا، أموال كثيرة وخدم وحشم ونفوذ. هكذا بعض الناس، فيسول له الشيطان يقول: لو الله ما يحبك كم ما أنعم عليك. ما في علاقة بين المحبة وبين الرضا، وبين الإنعام وبين الرضا. وإلا قارون الذي مفاتيح كنوزه تنوء بالعصبة أولي القوة، مو الكنوز، مفاتيح الكنوز ما يشيلها الرجال العصبة، المجموعة من الرجال الأقوياء الأشداء، كيف بالكنوز؟ ومع ذلك هل قارون من أولياء الله أم من أولياء الشيطان؟ من خبيث مخبث من أولياء الشيطان. إذا ما في علاقة، بل عامة الكفر الفجر الملاحدة من الأغنياء. إذا ليس هناك علاقة بين أن ينعم الله على عبد وبين أنه إذا أنعم عليه يعني أنه يحبه. إذن هذه النعم تحتاج إلى شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم حتى يديمها ربنا تبارك وتعالى علينا. بعد هذه الإنذارات والأساليب المختلفة من هود عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه، كأنه وصل وإياهم إلى طريق مسدود، حتى إنهم قالوا له: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني ترى دوختنا صلوات الله وسلامه عليه، ترى يعني أذيتنا، خلاص توحيد ما احنا موحدين، لا نزال على هذه الأصنام، هذه عبادتنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة.
ديننا ما احنا مغيرينه، ايش تبي؟ ادعو ربك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا وللأسف يقوله الآن بعض السفهاء يستهزئون بدين الله عز وجل، يقول تصجيتونا، ترى كل شيء تراها عذاب من الله، كل شيء غضب من الله، ذبحتونا يعني نتنفس شوي. ربا قلت له حرام، ترى غضب من الله. خمور قلت كذلك، زنا، عدم تبرج. سبحان الله سبحان الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ليش ربي يعذبنا إذا احنا نطيعه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمن استقام على أمر الله فليبشر بالإنعام والنعم والخير والاستقرار والبركة من الله تبارك وتعالى. أما الذي يبارز الله عز وجل، تبارز من؟ تحارب من؟ الجبار جل في علاه. الناس الآن يخافون، يعني في محيط إقليمي نحن يعني في هكذا ابتلينا، نسأل الله السلامة والعافية، من جار كان يهدد كفى الله شره، أصبح الآن جار آخر يهدد، وأصبحت المنطقة على صفيح ساخن كما يقال، والأنفاس قد حبست من قبل العسكريين والسياسيين، وفي كل يوم حرب، ما في حرب، أساطير، مناورات، يخافون. بينما الله تبارك وتعالى يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كلهم يخافون عقباها، كلهم، كل حرب تقدم خطوة وترجع خطوتين، يخافون عقباها، ولكن الله لا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم ننكر هذا المنكر بالمعروف يوشك أن يعمنا الله بعذاب من عنده. فالقضية مو سهلة. إذا لم يقم من كان عنده وسيلة من الوسائل المشروعة، ما يقول خلوها فوضى، لا، وسائل المشروعة، أن ينكر المنكر وفق الضوابط الشرعية المرعية، وإلا سنحاسب جميعنا كما قال الله عز وجل عن أصحاب الأعراف، قال معذرة إلى ربكم. فلا بد أن ننكر المنكر بالمعروف أو بغير منكر، وأن نأمر بالمعروف بالمعروف. نعم. فهؤلاء قوم عاد قالوا لهود عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الزمن من المجادلة والدعوة والأخذ والجذب كما يقال، قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلاص أنت الآن ألم تقل لنا إذا لم نؤمن، شوف التحدي السافر، إذا لم نؤمن سيعذبنا الله، نقول لك فأتنا بعذاب الله. تحدي. وهذا أمر عجيب والله العظيم، كيف يصل بالإنسان، يعني كيف يبلغ الحد به من الغرور والكبر أن يصل إلى هذا الدرك الخطير، أن يتحدى الله رب العالمين. لا إله إلا الله، ما أحلم الله. عندها قال الله تبارك وتعالى عندما استنصر هود عليه الصلاة والسلام، استنصر ربه كما قال جده نوح إني مغلوب فانتصر. فقال الله عز وجل قال عما قليل ليصبحن نادمين إن ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لا يعذب عذابه أحد. قضية مو ليست أنت تحارب بشر أو تحارب مخلوق، رب العزة والجلال الملك سبحانه وتعالى الذي نحن جميعنا في قبضته، جميعنا في قبضته. لكن شوف سبحان الله الإنسان كيف يعني ينفخ فيه الشيطان الرجيم هذا الغرور والكبر حتى يبلغ هذا المستوى الخطير جدا. فقال الله عز وجل قال عما قليل لا يصبحن نادمين، سيندمون على هذا التحدي الأجوف، سيندمون عليه ندما شديدا، ولكنها
لا تنفع الندمات ولا الحسرات إذا أتى العذاب من رب الأرض والسماوات. نسأله أن يرحمنا برحمته، ونسأله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا سبحانه وتعالى. عن ابن إسحاق في المغازي في قصة عذابهم نقلا عن رواية بني إسرائيل، وذكرنا قبل ذلك يعني في درس سابق أنه ما جاءت عن بني إسرائيل ولم يعارض شرعنا نرويه حتى تتضح لنا هذه القصة، وورد فيها حديث حسنه بعض أهل العلم، لكن في هذه الرواية الإسرائيلية فيها مزيد تفصيل، وإلا أصلها يشهد له حديث في مسند الإمام أحمد ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي جرى؟ عندما أصر هؤلاء على الكفر، فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. ليس معنى أو ليس بالضرورة إذا عصى الناس ربهم الآن أن يحل عليهم العذاب الآن، هذا ممكن، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن أيضا من الممكن أن يرجأ وأن يؤخر العذاب لسنوات. وهذا وقع مع نوح عليه الصلاة والسلام، عندما أيضا تحدوا نوح عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بعذاب من عند الله عز وجل، فأمره الله عز وجل أن يزرع أشجارا. فعامة أهل العلم يقولون، والعلم عند الله عز وجل، أن هذه الأشجار استغرق وقت زراعتها 100 سنة. تصور الفترة الزمنية بين الإنذار بالعذاب من الله وبين حلول العذاب، أكثر من 100 سنة حتى نبتت هذه الأشجار وارتفعت وقويت. صنع السفينة منها، استغرق صنع السفينة سنوات، ثم بعد ذلك جاءهم الطوفان. هنا أيضا كذلك، عندما قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال عما قليل لا يصبحن نادمين. هذا القليل ما يلزم يكون بعد يوم يومين، ممكن، لكن لا يعني ذلك إذا تأخر العذاب أن يفرح الإنسان بما عليه من المعصية والكفر والطغيان. فهذا في ملحظ مهم ليستوعبه هؤلاء الذين يتحدون شرع الله تبارك وتعالى. تقولوا ويش صار لكم سنين، وانتم تقولوا لنا 5 10 سنين 20 سنة، تقولون ترى حطوا بالكم، ابتعدوا عن المعاصي والذنوب، ترى فيها عذاب من الله عز وجل. ما جاءنا العذاب. نقول إن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، وإن الله لا يملي للظالم يستدرجه حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر وجعله عبرة لكل معتبر. فرعون الخبيث المخبث عندما قال أنا ربكم الأعلى، ما أهلكه الله بنفس اللحظة، مكث وأمهله الله وتركه الله ليزداد كفرا وعنادا وفجورا وانحدارا، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وجعله يعذب منذ أن أخذه قبل آلاف السنين إلى هذه اللحظة التي نجلس فيها الآن وهو يعذب. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالذي يتعامل مع الله عز وجل يعلم أنه لا بد أن يكون على حذر وعلى وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رب عظيم مالك الملك قيوم السماوات والأرض، كيف يعصى سبحانه وتعالى؟ والأدهى والأمر أنه يعصى ثم يعني يتحدى في ملكه سبحانه وتعالى. لذلك هنا قال عما قليل ليصبحن نادمين، فانقطع عنهم المطر، أجدبت الأرض، هلك الزرع والنسل، نزل بهم من البلاء ما الله به عليم. ما في ماء، جفت العيون والآبار ل3 سنوات. ثم بعد ذلك أرادوا أن يدعوا الله. شوف سبحان الله، قبل قليل كانوا يقولون ائتنا بما تعدنا، والآن يدعون الله عز وجل. فكانوا لا يدعون الله عز وجل في أي مكان،
فكانوا يتجهون إلى مكة يدعون الله بمكة، فأرسلوا وفدا. قال ابن إسحاق: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان طلبوا من الله الفرج، يلجؤون إلى الله، وهذه عادة المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، عادة المشركين. قال: وإنما يطلبونه بحرمه، يعني في بيت الله الحرام، ومكان بيته. هم في اليمن، ومن عادتهم أنهم إذا انقطع عنهم المطر أو أرادوا شيئا من الله تبارك وتعالى يذهبون إلى مكة يطلبون الله هناك. قال: وبه، أي بالحرم، قوم يسكنون الحرم وهم أبناء عمومة عاد. عاد نسله ينتهي إلى إرم ابن سام ابن نوح، والعماليق ينتهي نسبهم أيضا إلى عمليق ابن سام ابن نوح، يعني ابناء عمومة. فكان العماليق يسكنون مكة، وأبناء عمومتهم عاد يسكنون كما ذكرنا الأحقاف في اليمن بين حضرموت وبين عمان. فما الذي جرى؟ يقول ابن إسحاق: وكان في الحرم قوم يقال لهم العماليق، وهم من سلالة سام بن نوح، وكان سيدهم سيد العماليق إذ ذاك يقال له معاوية ابن بكر. وكانت أم معاوية من قوم عاد، يعني عاد أبناء عمومته يلتقون معه في الجد السابع أو الثامن في سام ابن نوح، وكذلك هم أخواله، لأن أمه معاوية بن بكر أمه من قبيلة عاد، فهؤلاء أخواله. قال: وكانت أم معاوية من قوم عاد واسمها جلهذة بنت الخيبر، فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا ليستقوا لهم عند الحرم، فذهبوا فمروا بمعاوية ابن بكر بظاهر مكة. كان معاوية ابن بكر هذا سيد العماليق كان خارج، يعني قريب من مكة، فصادف هذا الوفد الذي أرسلته قبيلة عاد، وكانوا من 70 رجلا ليدعون الله في الحرم ليسقيهم. فنزلوا عند معاوية، يعني أكرمهم، هؤلاء ابناء عمومته وهم خؤولته كذلك. فنزلوا عند معاوية فأقاموا عنده شهرا كاملا يشربون الخمر ويسمعون الغناء. نسوا، ضاعت المراجل. نزلوا عند معاوية وهم جايين من قحط وجدب، لا يكاد أحدهم أن يجد يعني قطرة ماء أو كسرة خبز، فضيفهم هذا وأعطاهم من الطعام والشراب ما لذ وطاب. وقضية الكرم معروفة عند العرب، يقدمون حتى على أنفسهم، وهذه من خصالهم الحميدة. فعندما وجدوا هذا النعيم نسوا قومهم ونسوا قضية لماذا أتوا أصلا. وكان معاوية بن بكر يعلم السبب الذي من أجله جاء هذا الوفد، ويعلم ما يعانيه قوم عاد من العطش وانقطاع المطر، فتألم. يقول يعني لزقه، خلاص يوم يومين ثلاث ضيفناكم، اذهبوا اخرجوا واذهبوا إلى حيث أردتم. ولكنه يعني تعرفون هذا الأمر يستحي منه المضيف أن يقوله لضيفه، فأراد معاوية أن يعرض بهم. فماذا فعل؟ قال: فلما طال مقامهم عنده تضايق معاوية، لأنه يعرف أنهم خرجوا للاستسقاء ولا يستطيع أن يكلمهم خشية أن يغضبوا عليه، يعني هذا من سوء الأدب يعتبر. فأرسل معاوية جاريتين تغنيان بهذه الأبيات عند هؤلاء القوم. قال: هذول ما يفهمون الظاهر، نعطيهم شوية كلام، نعرض الكلام لك واسمعي يا جارة. فألف أبياتا من الشعر سأذكرها بعد قليل، وأعطاها في ليلة الأنس. كل ليلة هؤلاء السرابيت يجلسون في مجلس أنس ويشربون الخمر ويغنون إلى آخره. فقال: ذولا ما ينفع معاهم إلا نكتب لهم أبيات طردة لكن ذربة شوي وتغنيها الجارية هذه يمكن يفهمون عل وعسى. فكتب هذه الأبيات وقال: ألا يا قيل. قيل هو الرجل الذي تقدم هذا الوفد من قبيلة عاد. قيل
ابن عنز. فقالت هذه الجارية تغني وهذا قاعد مقعوص السربوت هذا، فقالت: ألا يا قيل ويحك قم فهيم لعل الله يمنحنا غماما، فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام، من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير لقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية ولا السلامة. يعني دون ما تستحون إلى متى؟ شهر كامل وقومكم يعانون. قم إلى هذا المكان الذي أتيته وادعوا الله عز وجل. فتنبهوا ها هنا، خلاص وضحت وصلت الرسالة. هذا قيل ابن عنز ومن معه 70 رجلا تنبهوا، فتنبهوا هنا أنهم قصدوا بهذا الكلام، فنهضوا إلى الحرم ودعوا الله عز وجل لقومهم أن يسقيهم استسقاء. فدعا داعيهم وهو قيل ابن عنز، فأنشأ الله القدير 3 سحابات، ويدعو الله في الحرم وإذا به يرون 3 سحابات، سحاب 3 قزعات كبار، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء. ثم نادى مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك أيها تريد لقومك، السحابة البيضاء ولا الحمراء ولا السوداء؟ قال هذا قيل ابن عنز قال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. هذا الذي تعرف عليه الناس. شوف السحاب إذا رأيت من بعيد أسود يكون إيش؟ تكون حبلى بالمطر الكثيف والكثير. فظن هذا المغبون الخاسر أن ما اختاره هو أكثر السحاب مطرا وخيرا. فعندما قال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه الصوت الذي في السماء: اخترت رمادا ورددا لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية الهمدا. هذه السحاب وكلام واضح، إلا آخر جملة: إلا بني اللوذية همدا. هذا هو القوم الفرع من هذه القبيلة، قبيلة عاد، هو الذي بقي وهو الذي آمنوا بهود عليه الصلاة والسلام، كما سنذكر. فقط هذا النفر القليل من قبيلة عاد الذين بقوا مع هود عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين نجوا بفضل الله عز وجل، ومن ذريتهم تشكلت عاد الآخرة وهي قوم ثمود وقوم صالح، ثم كفروا كما سنذكر وأهلكم الله عز وجل، فأصبحت العادان عاد إرم وعاد الآخرة من العرب البائدة التي لم يبقي الله تبارك وتعالى منهم أحد. بعد ذلك، بعد أن اختار هذا المغبون الخاسر قيل ابن عنز السحابة السوداء وقيل له هذا الكلام أنها ستكون دمارا وبالا هلاكا على قومه، ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل ابن عنز لقومه، ساقها بالريح. فلما جاءت وهم متلهفون في كل يوم يخرجون علهم ينظرون قزع في السماء تمطرهم جفاف أصابهم ل3 سنوات، فعندما رأوا هذه السحابة السوداء تأتيهم من بعيد استبشروا خيرا. فلما جاءت رأوها من بعيد فاستبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تبارك وتعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فجاءتهم هذه الريح، فكان أول من أبصر هذه السحابة امرأة منهم، نظرت من بعيد عاينتها وتبين لها أنها ليست سحابة مطر إنما سحابة عذاب. قال: فصعقت هذه المرأة
ثم أفاقها الله تبارك وتعالى مرة أخرى، فقال لها قومها: ماذا رأيت حتى صعقت؟ قالت: رأيت ريحا فيها، أي في هذه السحابة، رأيت ريحا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها وما يعلم جنود ربك إلا هو إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحانه وتعالى. عندها جاءت هذه الريح إلى قوم عاد، فعندما أظلتهم أمطرتهم وجاءتهم بريح صرصر شديدة عاتية باردة، حتى إنها لتأتي بهذا الرجل العظيم من رجال قوم عاد فتحمله في السماء ثم تلقيه على رأسه في الأرض، فانقطعت هذه الرؤوس وأصبحت هذه الأجساد العظيمة كأعجاز نخل خاوية. النخل الخاوية النخل التي قطعت رؤوسها. شوفوا الآن بعض الأماكن يخلون النخل زينة، جذوع النخل، فيقطعون رؤوس النخل ويتركونها فقط جذوعا خالية من الرؤوس. هكذا أصبحت أجسادهم كأعجاز نخل خاوية، تأتيه الريح الشديدة ثم تحمله في الهواء وترفعه حيث يشاء الله تبارك وتعالى، ثم تهوي به على رأسه في الأرض، فتنفصل رؤوسهم عن أجسادهم، وكأنها أجساد خلقت دون رؤوس. حتى إن بعضهم فر مسرعا ودخل إلى هذه القصور التي صنعوها: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فيختبئون في هذه الغيران والكهوف. دخلت عليهم الريح بأمر الله تبارك وتعالى إلى داخل هذه الكهوف والغيران والقصور، فتخرجهم وترفعهم إلى السماء وتهوي بهم على رؤوسهم، فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية. هذا عندما قالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال: عما قليل ليصبحن نادمين. فسخرها ربنا تبارك وتعالى عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعة، لم تهدأ هذه الريح، لم تهدأ، وكان لها صرير. الريح إذا كانت شديدة سريعة تسمع لصوت الأبواب صرير من شدة هذه الريح. فكانت ريحا عاتية سخرت عليهم 7 ليال و8 أيام متواصلة، لم تهدأ ولم تقف طرفة عين، فأهلكتهم جميعا عن بكرة أبيهم، ولم ينجو منهم أحد إلا من كان مع هود عليه الصلاة والسلام. فقد أنجى الله تبارك وتعالى هودا صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام لجأ إلى حظيرة، إلى مزرعة بعيدة هو ومن معه من المؤمنين، فأنجاه الله تبارك وتعالى. فكانت هذه الريح على هود وعلى المؤمنين بردا وسلاما وأمنا وأمانا، وكانت على هؤلاء الكافرين عذابا متواصلا حتى جعلهم الله عز وجل كأعجاز نخل خاوية كما ذكر الله تبارك وتعالى. وقد وصفت هذه الريح بأوصاف كثيرة، وصف أنها ريح عقيم، ريح عقيم بمعنى كالمرأة العقيمة التي لا تلد. ريح عقيم يعني لا خير فيها، الشر المحض هو الذي تحمله، لأن الريح أو الرياح لها منافع، تجري بها السفن، تجفف بها الأرض، تنقل الحبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، ففيها منافع بإذن الله عز وجل وغيرها من المنافع. تكون الآن طاقة الرياح ينتفع بها الناس، ولكن هذه الريح كانت كما قال الله تبارك وتعالى بأنها ريح عقيم، أي لا خير فيها بل الشر المحض الذي كانت
أتت به هؤلاء القوم الكفرة الفجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى إذا هبت الريح، كان يستعيذ بالله من شرها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تغيرت الأجواء وهبت الرياح تغير لونه صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ يدخل ويخرج عليه الصلاة والسلام. ثم تقول له عائشة: يا رسول الله، الناس يستبشرون، العرب تستبشر إذا جاءت الرياح وتحرك السحاب وأقبل السحاب عليه، يستبشرون بالمطر، وأنت ينزل بك ما نرى. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أنها يكون فيها العذاب، كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف ربه تبارك وتعالى. إذا بعد ذلك أنجى الله تبارك وتعالى كما قلنا هود عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، ثم توفاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وقيل إن قبره في اليمن حيث تلك البلاد في الأحقاف، دفن هناك صلوات الله وسلامه عليه، وقيل غير ذلك، فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك. فلا شك أيها الإخوة أن في هذه عبرة عظيمة وعظة، أن الإنسان لا بد أن يكون خائفا وجلا من عذاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفرق بين معصية العاصي ومعصية المؤمن. المؤمن يعصي كما أن العاصي يعصي، ليس أحد معصوم من المعصية والذنب، ولكنه فرق كبير بين معصية المؤمن ومعصية العاصي. العاصي يعصي أو المنافق يعصي ولا يتأثر، والمؤمن يعصي ولكنه يكون على وجل وعلى خوف، كما قال عبد الله بن مسعود: المؤمن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا، ما يهتم. والمؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه. فدائم الاستغفار ودائم التوبة، فاستغفروا الله عز وجل وتوبوا إليه، فنستغفره من كل ذنب ونتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. نلتقي أحبتي في الله في درس الغد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.